اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا ربي. ورجعت لكم بوصفة جديدة وحسوي وياكم طريقة عمل الكليتشة هشة وبيضة بطريقة سهلة وناجحة والطعم كلش طيب. ونبدي على بركة الله بالمكونات وطريقة التحضير من مطبخ أم علي الربيعي، وتابعوا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات اللي أحتاجها بعمل الكليتشة: كيلو طحين، 6 أكواب بكوب القياس، ملعقة كوب خميرة، ملعقتين طعام فانيلا 4 ضرب، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة كوب هيل مطحون، نص ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين طعام سكر. وأحرك جميع المكونات. أعزائي، لا تنسون تخلون لايك للفيديو، وإذا أول مرة تشوفون قناتي اشتركوا بيها وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. كوب وربع دهن جنة، ممكن تقيسون جميع المكونات بأي كوب موجود عندكم. ربع كوب دهن حار، أنصحكم ما تستغنون عنه، صح هو كمية كلش قليلة بس يعطي نكهة كلش طيبة، وإذا ما عندكم ضيفوا كوب ونص دهن جنة. باكيت قشطة قمر صغيرة، ممكن تستخدمون أي نوعية موجودة عندكم، تقريبا 3 ملاعق طعام قشطة. فانيلا سائلة، ممكن تكتفون فقط بالفانيلا الباودر. وألم الطحين حتى يتساوى الطحين والدهن. إن شاء الله أخلي المكونات بصندوق الوصف. ألم الطحين وأفرك بيدي حتى ما يبقى بيه تكتلات. وأعجنه بالحليب يكون دافي، أنا احتاجيت كوب وثلث حليب سائل، ممكن تستخدمون الحليب الباودر، كوب ونص مي، 4 ملاعق حليب باودر. وأستمر بالعجن، ما تحتاج هواية عجن، مباشرة تكون عندي عجينة ناعمة ومتماسكة. أغطيها وأتركها نص ساعة حتى ترتاح. وأشكلها، أنا استخدمت الحشوة لقم، ممكن تحشوها أي شي تحبون تستخدموه. ممكن تستخدمون مقاس أو سكين وتقصون العجينة.
أفتح العجينة وأحشيها وأقصها. هذا شكل الوردة كلش حلوة. ممكن تستخدمون القالب يكون أسهل. وهذا شكل الورقة كلش حلوة. وهاي التشكيلة حسويها ضفيرة. سويت خفيفي بدون حشوة. فردت العجينة وقطعتها. ممكن تقطعوها بكوب أو استكان. وهذا الشكل فردت العجينة بشبك وأقص الزائد وأسوي العجينة مربعة وأخلي اللقم وألفها. ممكن تفردون اللقم على كيس وتخلوها فوق العجينة. وأقطعها بالقطاعة أو السكين. أدهن الكليتشة بيضة وشوية حليب سائل وفانيلا سائلة أو فانيلا باودر، لأن الكليتشة بدون تلميع أبد مو حلوة تصير. وألمع الكليتشة بخليط البيض والحليب والفانيلا. وبهاي الأثناء أني مشغلة الفرن وحار وأدخلها الفرن. ممكن تشغلون الجو ومن تستوي تشغلون الفوق، أو تشغلون الفوق والجو سوا. وهذا شكلها النهائي، بيضة وهشة وتخبل. وانصحكم تجربوها كلش طيبة، وإن شاء الله تنال إعجابكم. وألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. انتظروني بوصفة جديدة إن شاء الله. مع ألف سلامة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.